وحشني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده محتوى ASMR. المحتوى ده للناس اللي بتعاني من الأرق أو كده، وفي نفس الوقت هو محتوى هادف ولطيف وظريف. الناس بتسمعه عشان تسمع منه كلام حلو أو كلام لطيف، كلام نحب نسمعه في أي مشاكل بتقابلنا في حياتنا أو مشاكل اجتماعية. فلو حابب تكمل معنا الفيديو وتتعرف على المحتوى، أهلا بيك. النهاردة يا صاحبي هنتكلم عن التنمر، فياريت تركزوا معايا وتنسوا كل همومكم وتنسوا أي مشكلة بتواجهوها في حياتكم. هتطلع من الفيديو ده إن شاء الله ثقتك بنفسك عالية، وهتقسم التنمر وتكسره. التنمر اللي ممرش بيه وما يعرفوش، التنمر مر. التنمر بيكسر الخاطر وبيقلب النفس وبيقلب الروح. عشان كده خليت لون المايك أصفر. التنمر مؤلم أكتر من الألم اللي أنا بواجهه، الألم العضوي اللي أنا حاسس بيه وأنا بسجل معاكم الفيديو ده، لأن التنمر مع الأسف بيخترق الروح وبيخترق النفس. قبل ما نسأل عن المتنمر والمتنمرين لازم نكسر التنمر جوا روحنا وجوا نفسنا. إما كنتش هتواجه التنمر جوا نفسك الأول وتغلبه وتهزمه جواك الأول، صدقني انت اللي هتتعب. المتنمر مش بيحس باللي هو بيعمله فيك، هو مش بيكون حاسس من جواه باللي هو، لأن هو يعني مسكين، هو مش فاهم هو بيعمل ايه. هو بيرتكب في حق نفسه هو الأول جريمة كبيرة هو مش هيحس بيها. وطبعا أنا مش هقول لكم هيروح عند ربنا وربنا يحاسبه، ده أكيد طبعا، لأنه بيتنمر على خلق الله وبيتنمر على صنع الله وهو مش حاسس. لكن انت نفسك لازم تهزم التنمر، وده مسؤوليتك طبعا، مسؤوليتي ومسؤوليتك. خدوا بالكم انا كمان عانيت من التنمر. التنمر جوه الخلايا والله، من وانا طفل وانا بعاني من التنمر، وعادي يعني عمري ما فكرت فيها ولا اهتميت بيها لاني اتعودت عليها، لانه انا بشوف المتنمر مسكين بيصعب عليا. المتنمر مش عارف هو بيعمل ايه، لو فكرت في كلامه انا اللي هتعب من جوايا، لانه انا مفيش فيه حاجة ناقصاني، ولا انت فيك حاجة ناقصاكي، ولا انت فيك حاجة ناقصاك. بدليل ان انت عندك عقل بتميز بيه بين الصح والغلط، بدليل ان انت عندك عقل، بدليل ان انت بتشعر وبتحس ان في شيء بيألم نفسك وبيألم روحك. طبيعي انك تتعب من التنمر لانك انسان عاقل، لكن المتنمر لغي عقله تماما. لازم تمدح نفسك، لازم تحب نفسك، مش الغرور. في فرق كبير بين حب النفس والثقة بالنفس والغرور. الغرور آفة، الغرور آفة بتصيب الإنسان الوضيع بس، أما الإنسان العظيم كل ما يزيد في عظمته مش بيحب يشرب العظمة، بينزل للناس أكتر، بيكون متواضع. الإنسان العظيم من جواه بيكون متواضع. شوفوا أعظم الناس بيكونوا متواضعين، إنما أحقر الناس بيكونوا مغرورين. أنا وإنتم بنشعر وبنحس، والإحساس ده نعمة. الروح بتتألم أكيد، لكن لازم نمدح نفسنا ونعالجها بإيدينا. لازم تعالجي نفسك، لازم تعالج نفسك. كان في بنت جميلة جدا، آية في الجمال. البنت دي جميلة جدا لدرجة إن البنات كانوا بيتمنوا إن هم يكونوا في ربع جمالها. فاتعرفت على بعض الأصدقاء وحكت لها إن هي حاسة إن هي مش حلوة،
هي حاسة ان هي مش حلوة، هي مش حلوة، مش عاجبها شعرها، مش عاجبها عينيها، مش عاجبها جسمها، مش عاجبها نفسها، مش عاجبها، حاسة انهم هي حاسة من جواها ان هي مش جميلة، لان هي نفسها مريضة. الكل بيشوفها انها جميلة، جميلة اوي، البنت جميلة ما شاء الله. الجمال ده حاجة كويسة جدا يعني، جميلة يعني، مش نظرة مثلا فيها يعني جنسية أو إثارة أو الكلام ده، لا لا لا، ده جمال، حاجة جميلة زي ما بنشوف الزهرة الجميلة أو الحاجة الجميلة. البنت لافتة للنظر، كل بنت تتمنى إنها تكون جميلة، فكل البنات كانت بتشوفها معجبين بيها وبجمالها. البنت فضلت تقول إن هي مش حاسة إنها جميلة، بتتكلم بجد من جواها، هي مش شايفة نفسها جميلة، هي مش شايفة نفسها جميلة خالص. كل شوية تفضل تقول كده لحد مع الأيام عينيها اتغيرت وشكلها اتغير وشكلها بقى قبيح، والناس بقى تستغرب البنت دي ازاي شكلها اتغير كده. لا عملت عملية تجميل ولا أي حاجة، ايه اللي خلاها؟ ولا مرضت يعني ولا جرى لها ايه؟ الناس بقى تتساءل، ولا مرضت ولا جرى لها أي حاجة، هي شكلها اتغير لأن هي من نفسها من جواها فضلت تقنع نفسها انها مش حلوة، مش جميلة. عشان كده خدت اللي وصلت لنفسها انها بالفعل بقت قبيحة. فالموضوع من جوانا الاول، الموضوع نابع من جوانا. لازم تحسي من جمالك من جواكي، لازم تحسي من جمالك من جواك، وتكسر التنمر فيك، اكسر التنمر فيكي. التنمر ده انت اللي لازم تكسريه، لان المتنمر مش هيحس، عمره ما هيحس. كمان لما حد يقول لنا كلمة جميلة نقدرها، لما حد يقولك الله لبسك حلو النهاردة، او لحد يقولك مثلا انت شيك او النهاردة او انت جميل، صدقه عادي، خد الكلمة حتى لو بينافق، خد الكلمة وصدقها عادي. لو حد قالك مثلا كلمة حلوة ان انت مثلا ما شاء الله شعرك جميل او وشك بشوش او كده، حتى لو لا صدقي عادي. اقفي قدام المراية وامدحي نفسك، ولو مثلا بالكذب عادي، مش غرور ولا جنون، لا 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 لا. اقفي قدام المراية كده قولي ما شاء الله انا حلوة النهاردة. ايوه، النفس مع الوقت كل ما تقولي كده نفسك هتصدق ده، النفس بتصدق ده، النفس بتحب المدح. كان في دراسات عملوها على الجماد نفسه، الجماد، انه لما الجماد يقعدوا يقولوا عليه قبيح قبيح، جابوا قطعة جماد وقعدوا يمدحوا فيها وقطع الجماد، فضلوا يعني يقولوا عنها كلام جميل، حسوا ان الجماد نفسه بتأثر. جابوا قطعة تلج، حسوا ان التلج بتأثر. طبعا الكلام بيأثر. امال ليه التنمر بيجرح روحنا من جوا وبيجرح قلوبنا؟ لان الناس اللي بنقله نفسنا، عشان كده بيجرح روحنا وبيجرح نفسنا وبيجرح قلوبنا من جوا، بيجرحنا من جوا، بيجرح نفسنا، بينبرنا من الداخل. احنا مسؤولين، مش بس ان المتنمر حرام عليه اللي هو بيعمله او المتنمر ربنا طبعا، بس انت فين؟ ربنا ادالك عقل، او انت صدقتي كلام المتنمر عليك؟ انت صدقتي كلام المتنمر عليكي؟ اذا المتنمر مع حق، اللي بيتنمر عليك مع حق، كلامه صح بقى. ما هو انت بتثبت ان اللي بيتنمر عليك كلامه صح. لا 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 لا، هنا احنا الغلطانين، انت غلطانة وانت غلطان. اللي بيقوله لكم ده عن تجربة، لان صدقوني انا نفسي عانيت من المشكلة دي، التنمر ده انا عمري ما حطيته في بالي، لان دايما بشوف المتنمر ده مسكين، المتنمر بجد مسكين، كلامه ما يأثرش فيا ولا في روحي ولا في نفسي ابدا ابدا نهائي. شوفي نفسك قد ايه جميلة، شوف نفسك قد ايه جميل. انت بتفكر، انت بتقرا، انت بتكتب، انت تعرف، انت مثقف، انت عاقل، انت متحضر، انت متعلمة، انت مدركة. انما في ناس عقلهم متواضع ورغم ذلك ما بنتمرش عليهم، بل بالعكس، ومش بنشوف نفسنا احسن من حد ولا تشوفي نفسك احسن من حد. اوعي توصل لنفسك لمرحلة الغرور، لا، ولكن حبي نفسك وامدحيها، حبي
سعادة هنا. انتوا سعداء، انت سعيدة، انت مبسوط. امدحوا نفسكم وحبوا نفسكم بجد. امدحي نفسك، امدح نفسك، حبي نفسك، وانت حبي نفسك. لو صدقت كلام المتنمرين عليك، انت المسؤول عن نفسك، لان انت اللي بتضيع نفسك مش المتنمر ابدا. لو صدقت كلام المتنمرين عليك انت اللي هتتعبي، وانت اللي هتدمري نفسك بايديكي وبنفسك. لا، اللي بنعمله في نفسنا ده غلط. لازم نحمد ربنا ونسعد، لان ربنا خلق كل شيء جميل. ربنا ما خلقش حاجة وحشة ابدا، ولا خلق حاجة عشان يعذبها ابدا. انما عقل الانسان وعينيه الناقصة هي اللي بتخلينا يعني نفرق ونقول ده اسود وده ابيض، برغم ان مفيش فرق بين انسان ابيض وانسان اسود. عشان كده زمان كانوا البيض اللي بيستعبدوا اصحاب البشرة السمراء اللي هم جمال بالمناسبة، كانوش بيخلوهم يمسكوا السيف او يتقلدوا السيف. طب ليه؟ عشان هو خايف ان العبد او اللي هو شايفه عبد عنده يمسك السيف ويقتله وينال حريته. ده معناه انه اصحاب البشرة السمراء لو كانوا اتعلموا مسكوا السيف كانوا حرروا انفسهم بانفسهم. كان في ناس اصحاب بشرة سمراء ولكنهم كانوا فرسان من بلاد الحبشة ومن بلاد اليمن. مكانش حد يقدر يقرب لهم ولا يعتبرهم عبيد ولا اي حاجة من الكلام ده، لان هم اصحاب سيف وفرسان. الحرية بتبدأ من جوا نفسك، الحرية بتبدأ من جوا نفسك. حب نفسك وقوي نفسك، قوي نفسك بثقتك بنفسك وبحمد الله على الجمال اللي خلقه فينا وفي روحنا وفي عقلنا، وبمدح النفس مش بغرور النفس، بمدح النفس. انا جميل النهاردة، او انا جميل، او ايه العسل ده، او ايه السكر ده. صدقوني النفس هتحب ده وهتحبوا نفسكم كده. صدقوني هيحصل تطور في حياتكم وفي نفسكم، وقربوا من ربنا واعرفوا ان انتوا لما تسمعوا الكلام اللي هو بيقول المتنمر وتصدقوا جوا نفسكم ربنا يعاقبكم. لان حرام ان انت تصدق المتنمر، بالعكس ادعيله واشفق عليه من جواك، اشفقي عليه وصدقي نفسك وحبي نفسك. اشفق على المتنمرين، صدقي نفسك وحبي نفسك، ما تخليش ربنا يعني يسيبك
الله نفسا إلا وسعها. ربنا رحمته كبيرة بينا قوي، يبقى احنا كمان لازم نعتني بنفسنا، لأن ربنا رحمته كبيرة بينا، ادانا على قدر طاقتنا نهم احنا. تمام، نهمل الأسلحة أو نهمل القوة جوا أنفسنا، ونسيب الشيطان يلعب بينا، ونسيب التنمر ياكل في نفسنا. حرام علينا، ربنا هيحاسبنا على نفسنا زي ما يحاسب المتنمر يحاسبنا على نفسنا. يبقى أنا لازم أنتصر على التنمر بإني أنتصر على الكلام الفارغ ده، إني أنا مصدقوش، وأمدح نفسي. كل ما أسمع أمدح نفسي أكتر، وأمدح نفسي بقوة، وأعرف قيمة نفسي. الموضوع مش موضوع جمال شكل، لا لا لا، موضوع حاجات كتير، جمال روح ونفس وعقل وكل حاجة فيها جميلة. ربنا خلقني جميل، ربنا خلقك جميلة، ربنا خلقك جميل. اوعي تكرهي نفسك، اوعي تكره نفسك، حب نفسك زي ما ربنا انعم عليك بنعمة الروح والنفس والعقل. ربنا ما خلقكش في الدنيا عشان تتحاسب، بل لا، ربنا خلقك في الدنيا علشان ليكي رسالة وليكي هدف. ربنا خلقك في الدنيا عشان هتكوني أسرة، وعشان هتبني لنفسك مستقبلك وأحلامك الشخصية وأمجادك الشخصية. عادي إنك تكوني صاحبة مشروع أو صاحبة أفكار أو صاحبة إبداع وليك تأثير في المجتمع اللي أنت عايشة فيه. اكسر التنمر جوا نفسك، اكسر التنمر جوا نفسك. اوعى تكونوا أعداء أنفسكم، اوعى تكوني عدوة نفسك، اوعوا تكونوا أعداء أنفسكم أبدا. اكسروا التنمر يا جماعة، اكسروا التنمر جوا نفسكم، وقولوا الحمد لله، واعرفوا ان ربنا خلقكم. ربنا خلقكم عشان تكونوا سعداء، مش عشان تكونوا تعساء. اسعدوا نفسكم بإيديكم، احنا مخلوقين من طين، والطين بيشرب وبيمتص اي حاجة بتنزل على التربة الطينية دي. لو احنا زينا نفسنا بالجمال هنصير جمال، الكلام ده بجد. لو زينا نفسنا بالكلام اللي بيأذينا ويتعب نفسنا هنتعب احنا، ونقنط ونكره الحياة ونكره نفسنا. اكسروا اكسروا التنمر يا جماعة، حرام عليكم تحاسبوا نفسكم، عشان ربنا يرضى عليا وعليكم وعلينا كلنا. اكسروا التنمر، وهتخلي الشيطان يضحك عليك. تعالوا نغير لون المايك. حلو لون الموف. هو ده موف ولا بامبي ولا روز؟ ايا كان اللون ده جميل، ولا انه يقلب الوان كده احسن. يا رب حياتكم تكون ملونة، حب حياتكم يا جماعة ولونوا حياتكم بالالوان كلها. الحياة كلها الوان وكلها مشاكل. محدش قال ان احنا هنعيش في حياة فيها جنة او حياة فيها جمال وسعادة وكل حاجة فيها، يعني لا، الحياة فيها الوان، فيها سعادة وفيها حزن وفيها حب وفيها كره وفيها مشاكل. فما ينفعش ان انا اتعب نفسي واوقف نفسي ابدا. يا رب حياتكم تبقى خضرا حبايبي. اللون الازرق مريح، بس انا اخلي اللون موف عشان يعني البنات بتتأثر بالتنمر اكتر. اللون السماوي حلو برضو، كرهنا اللون ده. خلينا كده. بالمناسبة صحيح، انتوا ليه مشتركتوش في القناة؟ وليه ما تضغطوش لايك واكتبوا رأيكم ليا واكتبوا التعليقات وعرفوني ايه رأيكم في الحلقة وايه رأيكم في الكلام اللي سمعناه النهاردة، وايه رأيكم نحب نقدم ايه الحلقات الجاية بإذن الله.
نعترف بأي مرض احنا بنعاني منه أو في مشكلة احنا عندنا، لازم نعترف بيها ونواجهها ونقضي عليها. موضوع التنمر ده سهل ان انت تقضي عليه، سهل ان انت تقضي عليه. اقضوا على اي شيء ممكن يزعجكم او يتعبكم بان انتوا تحبوا نفسكم. حب نفسك، ما تخليش نفسك تصدق الكلام ده وتتعب نفسك، ما تخليش نفسك تصدق الكلام ده وتتعبي نفسك ابدا. حبوا نفسكم يا جماعة، حبي نفسك، ما تخليش نفسك تصدق الكلام ده، حرام علينا اللي احنا بنعمله في نفسنا. حبي نفسك، لان صدقوني والله نفسنا بتتأثر بالكلام ده وبشكل قوي جدا. اقفي قدام المراية وحبي نفسك وحبي شكلك وحبي اللي انت فيه. صدقوني بجد هو ده علاج التنمر، لان لو سيبنا نفسنا للتنمر هياكل فينا وفي قلبنا ويجرحنا ويبقى حرام علينا ويبقى احنا اللي بنأذي نفسنا بنفسنا. حبوا نفسكم يا جماعة بجد، حبوا نفسكم، لان نفسكم تستاهل انها تتحب. حبوا نفسكم واقضوا على التنمر بحبكم لنفسكم، واعرفوا ان ربنا ما بيخلقش حاجة وحشة ابدا، ربنا خلقكم في احلى شكل وفي احلى صورة. حبوا نفسكم وحبوا كل حاجة جميلة في حياتكم. انت جميلة بجد، انت جميل، انت فعلا شخص حلو، انت شخصية جميلة، انت والله العظيم زي القمر وزي العسل في كل حاجة، مش في حاجة واحدة بس. ده مش كلام كده يعني عشان لا ابدا، بالعكس. ربنا ما خلقش حاجة وحشة ابدا، ربنا ما خلقش حاجة وحشة وخلق كل حاجة الحكمة. انت جواكي احساس وجواكي مشاعر، فما ينفعش ان انت تأذي نفسك. اكسروا التنمر جواكم، اكسروا التنمر يا جماعة جواكم، وخلوا التنمر ده شيء يكون من الماضي، شيء مش بس من الماضي، شيء كده. لان على فكرة عمري ما انسى التنمر، انا عمري ما انسى التنمر ولا انت عمرك تنسيه، بس هتكونوا اقوى عليه وهتشفقوا على المتنمرين، يكونوا بالنسبة لكم اشفقوا عليهم وحبوا نفسكم. انتوا انتصروا على التنمر بكسر التنمر، بانكم تكونوا اقوى من جوا نفسكم. لو قويتوا نفسكم زي ما انا قلت لكم هتنسوا المرض ده تماما. المرض ده احنا اللي جايبينه لنفسنا، مش المتنمر اللي جايبه لينا. المرض ده احنا اللي مكنا في نفسنا، لازم نكسر التنمر بان احنا نحب نفسنا. حبوا نفسكم يا جماعة، حبي نفسك عشان تنتصري على التنمر، لان احنا بنصدق كلام المتنمرين. ما تصدقيش الكلام ده، حرام عليكي نفسك، انت كده بتدمري نفسك. لا بالعكس، المتنمر طبعا ربنا هيجازيه يوم القيامة طبعا، ده اكيد، لكن احنا ما ينفعش ان احنا نصدق كلام المتنمرين علينا، ده حرام.
او يعني المجتمع او اعالج امراض مجتمع. لا 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 لا. وطبيعة الدنيا كده، والدنيا عايزة ايه؟ القوي. انت كوني قوية من جواكي وحبي نفسك عشان تنتصر في الدنيا، لان الدنيا عايزة القوي. حبي نفسك، حبي نفسك عشان تنتصر وتكون اقوى في الدنيا. لازم تكونوا اقوياء، اقوياء بانكم تحبوا نفسكم فتكونوا اقوى، فتقدروا ان انتوا تعملوا اي حاجة وتحبوا حياتكم وتحبوا نفسكم زي ما انتم. حبي نفسك زي ما انت، لان ربنا خلقكم في احسن صورة. ربنا ما خلقش حاجة وحشة ابدا، ربنا خلقك اجمل حاجة في الدنيا. انت جميلة بجد، وانت جميل. انتوا احلى حاجة في الدنيا، وانتوا احسن ناس. والله العظيم انا والله العظيم بحبكم جدا جدا جدا. عشان كده انتم هتقولوا لي ده في التعليقات، انتوا اتبسطتوا من الحلقة ولا لا؟ هل فعلا هتبقوا اقوى ولا لا؟ الحلقة فادتكم واستفدتم وطلعتم من الفيديو نفسكم مرتاحة ولا لا؟ متأكدين؟ عايز اتأكد واطمن عليكم، ولو لا قولوا لي لا، طمنوني عليكم. انا هكون اسعد لما تكونوا انتم، لاني والله العظيم بحبكم بجد. بحب كل اللي يكمل معايا او شاهد الحلقة للنهاية. انتم جمال بجد والله العظيم، انتم فعلا جمال. انتم هتقدروا تساعدوا نفسكم بجد. بحبكم لنفسكم. اوعوا تكرهوا نفسكم، اوعوا تخلوا الشيطان يضحك عليكم وربنا يغضب عليكم. حبوا نفسكم، لان ربنا ما خلقش حاجة وحشة ابدا. ربنا خلقكم اجمل صورة، فاجمل صورة ربنا خلقكم في اجمل صورة. ربنا خلقكم لحكمة. انتم جمال من جوا. ده بجد مش كلام ولا مجرد فيديو ولا مجرد كلام في فيديو، ابدا ابدا. انا بحبكم، واتمنى اذا عجبكم كلامي طبعا اكيد تضغطوا لايك،